في عالم يتسارع فيه إيقاع الحياة وتتزايد فيه الضغوط ويصبح فيه الإنسان عرضة للتشتت والقلق، يزداد الاحتياج إلى من يحتويه. فالطفل يبحث عن احتواء والديه ليجد الأمان والاستقرار، والمراهق يتوق إلى احتواء أقرانه وعائلته ليجد مكانه في هذا العالم المتغير، والبالغ يطلب احتواء شريك حياته وأصدقائه ليواجه تحديات الحياة وصعوباتها. حتى كبير السن يظل في أمس الحاجة إلى احتواء أبنائه وأحفاده ليشعر بقيمته وأهميته بعد سنوات طوال من العطاء. الاحتواء هو بمثابة طوق نجاة في بحر هائج. عندما يجد الإنسان من يحتويه تهدأ نفسه وتطمئن روحه، ويشعر بالسكينة التي تمنحه القوة لمواجهة العالم من جديد. وإذا كان الاحتواء هو المساحة الآمنة، فالحنان هو الدفء الذي يملأ تلك المساحة. إنه الرقة في التعامل، واللطف في القول، واللمسة الحانية التي تخفف الألم، والنظرة الدافئة التي تبعث الأمل. الحنان ليس ضعفاً، بل هو قوة كامنة تكمن في القدرة على التعاطف والإحساس بآلام الآخرين وتقديم يد العون والمواساة. إنه ذلك الإحساس المرهف الذي يجعلك تستشعر حاجة الآخر قبل أن يتفوه بها، وتتفهم مشاعره قبل أن يعبر عنها. الحنان هو الذي يحول الكلمات الجامدة إلى نغمات رقيقة تطرب لها الآذان، والأفعال الباردة إلى لمسات دافئة تثلج الصدور. إنه يظهر في ابتسامة صادقة، وفي كلمة طيبة، وفي استماع بقلب مفتوح، وفي مساعدة تقدم دون انتظار مقابل. الحنان هو وقود العلاقات الإنسانية، فهو الذي يغذيها ويقويها، وهو الذي يجعلها تستمر وتزدهر. كم من أرواح ذابلة أحيتها لمسة حنان، وكم من قلوب قاسية أذابتها كلمة طيبة نابعة من قلب رحيم. كن ملجأ لكل من يعرفك. هذه الجملة ليست مجرد نصيحة عابرة، بل هي دعوة عظيمة إلى أن نكون مصدراً للخير والعطاء في حياة الآخرين. إنها دعوة لأن نزرع بذور الأمان والراحة في كل مكان نذهب إليه، وأن نكون منارة تهتدي بها النفوس التائهة. فكيف يمكننا أن نكون هذا الملجأ؟ أولاً، استمع بقلبك قبل أذنيك. كثيرون يستمعون لينتظروا دورهم في الحديث، لكن قليلين هم من يستمعون ليفهموا حقاً. عندما تستمع بقلبك فإنك تمنح الآخر شعوراً بأنه مسموع ومقدر، وأن ما يقوله ذو قيمة. هذا بحد ذاته شكل عظيم من أشكال الاحتواء. ثانياً، امدح واشكر واعترف. الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. لا تبخل بكلمات الإعجاب والثناء والتقدير. اعترف بجهود الآخرين. هذه الكلمات البسيطة قد تكون هي الشرارة التي توقد الأمل في قلب يكاد ينطفئ. ثالثاً، كن متسامحاً ومتقبلاً للاختلاف. لا أحد كامل، والجميع يخطئ ويصيب. تقبل الآخرين كما هم، ولا تسعى لتغييرهم ليصبحوا صورة منك. اسمح لهم بأن يكونوا فريدين، وتقبل اختلافهم، فهذا هو جوهر الاحتواء الحقيقي. رابعاً، قدم المساعدة دون طلب. أحياناً يمر الإنسان بضيق لا يستطيع معه أن يطلب المساعدة، لكن علامات الضيق تكون واضحة لمن يراقب بعين حانية وقلب مرهف. بادر بتقديم يد العون، ولو بكلمة طيبة أو بابتسامة صادقة، فهذه اللفتات الصغيرة قد تحدث فرقاً كبيراً. خامساً، كن صبوراً ومحتضناً لأخطاء الآخرين. الجميع يمر بلحظات ضعف، ويقدم على تصرفات قد يندم عليها لاحقاً. كن صبوراً ولا تكن سريعاً في الحكم أو الإدانة. احتضن أخطاء الآخرين وساعدهم على التعلم منها والنهوض من جديد. إن طريق أن تصبح ملجأ للآخرين ليس سهلاً. إنه يتطلب منك جهداً مستمراً، وتأملاً في الذات، ونمواً شخصياً لا يتوقف. يتطلب منك أن تتخلص من أحكامك المسبقة، وأن تتخلى عن أنانيتك، وأن تفتح قلبك وعقلك على مصراعيهما لاستقبال الآخرين بكل ما فيهم. دعنا نتذكر أن العالم في أمس الحاجة إلى المزيد من الاحتواء والحنان. فلنكن نحن من يبدأ هذا التغيير، ولنكن تلك الأيادي التي تمسح الدموع، وتلك القلوب التي تمنح الأمان، وتلك الأرواح التي تبعث الأمل. عندها فقط سنكون حقا ملجأ لكل من يعرفنا، وسنترك بصمة لا تمحى في قلوب وعقول من حولنا، وسنشهد كيف أن الجميع يهدأ أمام الاحتواء، والجميع يرتاح بحضرة الشخصية الحنونة.